متابعي الأعزاء، طابت أوقاتكم أينما كنتم. وشخص ظهرت عليه علامات الذكاء منذ نعومة أظافره، وقد اهتم بالعلم ونهل منه حتى أصبح الشيوخ يخضعون له ويتتلمذون على يديه رغم صغر سنه. وبالإضافة إلى علمه الغزير، فقد عرف بسرعة البديهة وذكائه في التعامل مع الآخرين وباتخاذ الرد المناسب لكل موقف، خصوصا المحرج منها. كما عرف بالعدل في الحكم بين المتقاضين عنده، وكذا التجائه إلى حيله الذكية التي تجعل المذنب يعترف بذنبه دون أن يدري. إنه القاضي إياس بن معاوية المزاني. ولد سنة 46 للهجرة في منطقة اليمامة في نجد، والتي تقع في وسط المملكة العربية السعودية حاليا، ويعد من التابعين. انتقل مع أسرته إلى البصرة في العراق، وبها نشأ وتعلم، كما تردد على دمشق في يفاعته، وقد عرف بذكائه، وقد اهتم بالعلم ونهل منه حتى أصبح الشيوخ يخضعون له ويهتمون به ويتتلمذون على يديه رغم صغر سنه. العبرة بالعلم لا بالسن. ثم أصبح قاضيا في البصرة بعدما أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز بتعيينه لما سمع عنه من علم وعدل وذكاء. فمن القصص الجميلة التي حدثت له أنه في يوم من الأيام زار عبد الملك بن مروان البصرة قبل أن يصبح خليفة. رأى إياسا، وكان يومئذ فتى يافعا لم ينبت شاربه بعد، فقال عبد الملك: أف لأصحاب هذه اللحى، أما فيهم شيخ يتقدمهم؟ فقدموا هذا الغلام، ثم التفت إلى إياس وقال ازدراء له: يا غلام، كم سنك؟ أجاب إياس: سني أطال الله بقاء الأمير كسن أسامة بن زيد حين ولاه رسول الله جيشا فيهم أبا بكر وعمر. فقال له عبد الملك بعدما علم من جوابه ما يملكه من علم وفطنة: تقدم يا فتى، بارك الله فيك. أي أنه اعترف بأنه يستحق هذه الوضعية التي يتواجد فيها لما يحمله جوابه من فطنة وذكاء. وبعدما شاعت أخبار ذكاء إياس وانتشرت بين الناس، صاروا يأتونه من كل حدب وصوب ويلتجئون إليه في كل ما يعترضهم من مشكلات في العلم والدين. ومن قصصه الجميلة أيضا، فبعدما أصبح قاضيا في العراق جاءه رجلان يتقاضيان عنده. ادعى أحدهما أنه أودع عند صاحبه مالا، ولما طلبه منه أنكر. فسأل إياس الرجل المدعى عليه عن أمر الوديعة فأنكرها، وقال: إن كانت لديه بينة أي دليلا فليأتي بها، وإلا فليس له علي إلا اليمين أي القسم. فقد كان المدعى عليه يعرف أن المدعي لا يملك أي دليل يثبت صحة كلامه، وهو ما فهمه إياس، فخاف من أن يؤدي المدعى عليه اليمين فيضيع مال المدعي. التفت إياس إلى المدعي وقال له: في أي مكان أعطيته المال؟ فأجاب: في مكان كذا. قال إياس: وماذا يوجد في ذلك المكان؟ قال: شجرة كبيرة، جلسنا تحتها وتناولنا الطعام معا في ظلها، ولما هممنا بالانصراف دفعت إليه المال. فقال له إياس: انطلق إلى المكان الذي فيه الشجرة، فلعلك إذا أتيتها ذكرتك أين وضعت مالك ونبهتك إلى ما فعلته به، فهذا الشخص بريء، ثم عد إلي لتخبرني بما رأيته. فانطلق الرجل إلى المكان، وقال إياس للمدعى عليه: اجلس إلى أن يجيء صاحبك. والتفت إياس
إلى باقي المتقاضين وبدأ يقضي بينهم، وفي نفس الوقت يراقب الرجل بطرف خفي. وعندما ارتاحت نفسه وكأنه صار بريئا واطمأن، التفت إليه وسأله على عجل: أتقدر أن صاحبك قد بلغ الموضع الذي أعطاك فيه المال؟ هل تقدر أنه وصل إليه؟ فأجابه المتهم: لا، إنه بعيد من هنا. فقال له إياس: يا عدو الله، تنكر المال وأنت تعرف المكان الذي أخذته فيه، والله إنك لخائن. فبهت الرجل وأقر بخيانته، فحبسه حتى جاء صاحبه وأمر برد وديعته إليه. ومن قصص فتنة وذكاء إياس أيضا حينما كان في الكوفة أن رجلا يظهر للناس الصلاح والتقوى والإيمان، حتى كثر الثناء عليه واتخذه بعض الناس أمينا لهم، يأتمنونه على أموالهم إذا سافروا، ويجعلونه وصيا على أولادهم إذا أحسوا بدنو الأجل. أتاه رجل واستودعه مالا، ولما احتاج الرجل ماله طلبه منه فأنكره. فمضى الرجل إلى القاضي إياس وشكى له الرجل. قال إياس للمشتكي: هل يعلم صاحبك بمجيئك إلي؟ قال: كلا. فقال له: انصرف وعد إلي غدا. ثم أرسل إياس إلى الرجل المؤتمن وقال له: لقد اجتمع لدي مال كثير لأيتام لا كافل لهم، وقد رأيت أن أودعه لديك وأن أجعلك وصيا عليهم، فهل منزلك آمن وفيه متسع؟ فقال: نعم سيدي القاضي. فطلب منه أن يعود إليه بعد غد، وأن يعد موضعا للمال، وأن يحضر معه حمالين يحملونه. وفي اليوم التالي جاء الرجل المشتكي فقال له إياس: اذهب إلى صاحبك واطلب منه المال، فإن أنكره مرة أخرى قل له سأشكوك إلى القاضي. وعندما ذهب إليه وطلب منه ما أمره القاضي رفض أن يعطيه المال، ولكن وبعدما هدده باللجوء إلى القاضي أعاد إليه المال وطيب خاطره. فرجع الرجل إلى إياس وقال: لقد أعاد إلي صاحبي مالي، جزاك الله خيرا. وعندما جاء الرجل المؤتمن إلى إياس في موعده ومعه الحمالين زجره وقال له: بئس الرجل أنت يا عدو الله، لقد جعلت الدين مصيدة للدنيا. ومن طرائف إياس أيضا أنه روي أن شخصا أتى إلى مجلسه فقال له: ماذا تقول في المسكر؟ قال: حرام. قال الرجل: ما وجه حرمته؟ أقنعني. وهو لا يزيد عن كونه ثمرا وماء غلي على النار فصار خمرا، وكل ذلك مباح لا شيء فيه، فلماذا هو حرام؟ فقال إياس: أفرغت من قولك أم بقي لديك ما تقوله؟ قال: بل فرغت. فقال إياس: لو أخذت كفا من ماء وضربتك به أكان يوجعك؟ قال: لا. قال: لو أخذت كفا من تراب وضربتك به أكان يوجعك؟ قال: لا. قال: لو أخذت كفا من تبن فضربتك به أكان يوجعك؟ قال: لا. قال: لو أخذت التراب ثم طرحت عليه تبنا وصببت فوقهما الماء ثم مزجتهما مزجا ثم جعلت الكتلة في الشمس حتى يبست ثم ضربتك به أكان يوجعك؟ قال الرجل: وقد تقتلني به. أعزائي عزيزاتي، أشكر كل من أخذ من وقته الثمين لمتابعة قصة إياس القاضي الذكي. أمل أن تكون القصة قد نالت إعجابكم، كما أتمنى أن تدعموا وتشجعوا القناة بالاشتراك والإعجاب، وكذا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وسأكون سعيدا بمشاركتكم رابط الفيديو ليصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدين. إلى أن ألتقيكم في فيديو جديد، تقبلوا مني أصدق وأحر التحيات.
إلى اللقاء.